وحيد الركن سعد خليل ابراهيم يقدم له المشاة 66 فرقة المشاة 20 قيادة عمليات غرب نينوى السيدي. الرائد سيال عامر ضابط عمل فرقة مشاة الجنون سيدي. الأخوة الحضور الكرام، شكرا للسيد قائد فرقة مشاة 20 الأخ العزيز والابن البار والتلميذ المجتهد اللواء الركن الشيرزاد على هذا الترحيب، وحقيقة شكر آخر لإتاحته الفرصة لنا لنلتقي بهذه النخبة الخيرة من العراقيين من أجل مناقشة الوضع الأمني في جزء من أجزاء العراق الحبيبة. بخصوص الوضع الأمني داخل فضاء سنجار، احنا لاحظنا خلال الآونة الأخيرة يوجد تصعيد إعلامي تستهدف سنجار وأهل سنجار على أساس الأجهزة الأمنية ما مسيطرة على سنجار، واحنا ننفي هذا الكلام ونؤكد بأن الأجهزة الأمنية لديها تنسيق كامل وتام بخصوص الوضع الأمني داخل سنجار وكذلك الواقع الخدمي وبالنسبة لإعادة النازحين. ونتأكد السيد قائد عمليات بأن عملياتنا الاستباقية مستمرة، وكذلك تطهير المناطق اللي بمخلفات الدواعش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة، ولا يوجد أي خلاف بين الأجهزة الأمنية بخصوص الوضع الأمني داخل. الأخوة الصحفيين، شكري وتقديري لكم ولقنواتكم الكريمة، وشكرا لتجشمكم عناء السفر حتى تصلوا إلى سنجار في هذا البقعة البعيدة من أرض العراق ولكنها قريبة على قلوبنا. المؤتمر اليوم كما تعلمون أن قيادة عمليات غرب نينوى قد تشكلت حديثا وتم استلام القاطع ليشمل قاطعي الفرقتين ال15 وال20، ولسعة القاطع هذا المؤتمر كان يجب أن يكون قبل هذا الوقت، لا كان من المفروض أن يكون هذا المؤتمر قبل فترة من الآن، لأن احنا صار لنا شهرين بالقاطع. ما يبعث على الأمل في هذا المؤتمر مثل ما تشوفون وتنقل كاميراتكم الآن أنه موجودة به الحكومة المحلية، موجود بقائد عمليات غرب نينوى، موجود بقائد الفرقة 20، الأخوة آمري الألوية، كافة الأجهزة الأمنية، الأخوة في تشكيلات الحشد الشعبي بمختلف المسميات اللي موجودة في سنجار. احنا نحترم كل من، تدري الآن مبدأ ديمقراطية، نحترم كل من يصرح وكل من يقول، وأنتم يعني كوسائل إعلام من حقكم أن تنقلون الرأي والرأي الآخر. قال من قال، نحترم رأيه، ولكن الآن أنتم اليوم موجودين، أنا أدعوكم لجولة في القضاء، ونروح نفتر جولة إن شاء الله وننقل بالكاميرات ما يصدق المشاهد أن يشوف. عندكم عودة للعوائل النازحة؟ نعم، هذا البرنامج احنا عاملين عليه، ولكن تعرف انت مع الأسف احنا مرينا في ظروف قاهرة بحيث حدثت مشكلة كما تحدث المشاكل في العوائل، لذلك يجب أن نعالجها معالجة صحيحة حتى ترجع الأمور إلى مجاريها. هنالك متابعة من قاداتنا، يعني من القيادة العسكرية والقيادة السياسية، هنالك تنسيق وثيق جدا بين مقر قيادة عمليات غرب نينوى والحكومة المحلية متمثلة بالسيد المحافظ والأجهزة الأخرى. والآن احنا الأخ القائم مقام حاضر معنا، وهو يمثل القائم مقام الرجل، لأنه الأخ القائم مقام أنتم تعرفون حاليا ما موجود، فنعمل على إعادة سنجار بعون الله إلى ما كانت عليه. الرسالة الأبرز لأهالي سنجار المهجرين الآن خارج سنجار، سيما وأن مدينة سنجار شهدت عودة كبيرة للنازحين الذين خرجوا من بطش داعش أثناء سيطرتهم إلى هذه المدينة. احنا حقيقة أخي العزيز عندنا برنامج إن شاء الله، واحدة من مقررات المؤتمر أنه راح نعمل على هذا البرنامج. كما تعرفون يعني هنالك الوضع اللي صار بالعراق هو وضع داخلي، فهنالك لا زال مشاكل عالقة يجب أن نعمل على تسويتها حتى نسمح باستقبال العوائل. لدينا سياق أو برنامج وضع الآن، سنقوم باستحصال موافقة مراجعنا العسكرية والسياسية على هذا البرنامج، ونستقبل الجميع إن شاء الله، طبعا وفق القانون. القانون فوق الجميع، القانون سيسري على الكل، المسيء يطبق عليه القانون،
واللي ما مسيء راح نتفق أنه ما مسيء فهو عراقي، وبالتالي علينا أن نقوم بخدمته. رسالتنا إلى الشعب العراقي أنه الآن حاليا لدينا مسافة كبيرة تمتد من تل صفوق إلى قريب قرية جلبارات كما تعلمون، وهذه مساحة شاسعة، لكنه نطمئن العراقيين أنه أبنائهم المقاتلين بمختلف المسميات التي تقف الآن أمام الكاميرا حراس على الحدود، وإن شاء الله يكون العراق في مأمن. أستاذ العزيز، أنا كعسكري أنا أعمل على الأرض، أما ما يصرح فليصرح، هذه ديمقراطية، خل يقولون ما يقولون. أنا الآن أدعوكم معنا للساحة وسنلتقي بالشعب اليزيدي ونرى ما نرى. أنا ما أقول لك إحنا الآن في جنيف يعني أمام الكاميرات وأمام الإعلام، نعم إحنا لدينا مشاكل، واللي صار بالعراق مو سهل، بس لكنه نحن جادون ووفق توجيهات مراجعنا الدينية والسياسية والعسكرية أنه نعيد سنجار بعون الله إلى ما كانت عليه. لدينا تنسيق مع السيد المحافظ، والسيد محافظ نينوى لا يدخر وسعا أو جهدا للمعاونة، لكن تعلمون أنتم الوضع اللي إحنا حاليا به، لكن أعتقد ماكو مشكلة يتفقون عليها اثنين نيتهم خالصة لله للحل وما تنحل إن شاء الله. متفائلين جدا إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي في وضع أحسن من هذا الوضع بكثير. شكرا جزيلا أخوان.